السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شبكة الجيريا ماكس، معكم واحد من الناس. ذاك برنامج الشبكة هو www.algeriamax.com. اليوم ان شاء الله عندنا حلقة جديدة، او اول حلقة من سلسلة جديدة. السلسلة هذه سميتها ان شاء الله جماليات الويندوز. ان شاء الله في هذه السلسلة راح نطرقوا يعني كيفية تجميل الويندوز الخاص بنا، سواء من إضافة أيقونات أو برامج تجميلية أو سمات أو ثيمات جديدة. هذا هو أول درس، إن شاء الله يكون يعني درس في يعني جيد وعلى بركة الله. أول شيء راح نشوفوا الميزة جديدة ومن بعد نطرقوا الشرح تاعها. لو نجيو لهنا مثلا في ديسكتوب، نضغطوا كليك يمين، راح ننزلوا هنا، راح نلقاو قائمة جديدة اسمها الجيريا ماكس. لما نعقب ونمرر عليها الماوس راح يظهر لي يعني برنامجين، الفايرفوكس والفورمات فاكتوري. ونضغط على الفورمات فاكتوري راح يفتح لي البرنامج. كيفاش عملت هذا الشيء؟ اول شيء روحوا ندخلوا الموقع البرنامج. طبعا هذه العملية تقدر ديرها يعني بعدة طرق، واغلبها يعني طرق معقدة، يعني لازم تضيف يعني اكواد واضافة اشياء في الريجستري. هذا البرنامج راح يوفر لنا العناء. اول شيء روحوا موقع البرنامج كما قلت لكم. موقع البرنامج هو www.win7utility.com. نزلوا هنا الاسفل داونلود. هنا راح يوفر لنا هو نسختين، عندنا نسخة قابلة للتسطيب ونسخة بورتابل، يعني نسخة محمولة يعني بدون تسطيب تعمل. حمل نسخة يعني اللي تساعدك. انا حملت نسخة يعني محمولة، هذه هي نسخة تاعي. اسم البرنامج هو يور منيو. نبداو يعني نضغطو ونفتحو البرنامج. هنا نضغطو هنا بروسيد. البرنامج يوفر لك يعني نوعين من القوائم. قائمة أحادية، مثلا كما هنا عندنا انفيديا كنترول بانل، هي قائمة أحادية. أو هنا مثلا عندنا سكرين ريزوليوشن، أيضا قائمة أحادية. وعندنا أيضا القوائم الفرعية، يعني لما نمرر لهنا تظهر لي قائمة أخرى. هذه اللي راح نعملوا عليها. نضغطوا هنا كاسكيدين. هنا عندنا المنيو نيم، ندخلوا الاسم مثلا ماكس نيو هكذا. هنا ندخلوا مثلا اسم البرنامج، راح مثلا نختار وورد. ايضا هنا مثلا نختار اكسل. هنا سيلكت بروجرام. هنا في الخانة اللي هنا مثلا هنا في وورد، في الخانة المقابلة ليه نضغط، اظهر لي هنا قائمة جديدة او نافذة. راح نختار مسار البرنامج، نروحوا للسي بروجرام فايل، نختار مايكروسوفت اوفيس اللي هنا اوفيس 14 وننزل اسفل وين وورد، هذا هو. والاكسل ايضا لهنا نفس الشيء، هذا هو. ونقدر نضيف حتى ثلاثة أربعة حتى ست قوائم. لما تنتهي تضغط لهنا جينيريت ريج فايل، تختار المكان، اختار مثلا ديسكتوب، سيف، اوكي. نغلق البرنامج. هذا هما الملفين اللي راح يظهروا لي. الملف الاول هو ملف تفعيل القائمة. لو نضغط عليه مرتين، هنا يس ثم اوكي. هنا نجرب، كليك يمين، هنا خرج لي ماكس نيو، وفيه الوورد وفيه الاكسل. الملف الثاني هو ملف التراجع عن الخطوة، يعني لما نضغط عليه اوكي، اضغط كليك يمين، اختفت القائمة. وهذا مكان. ان شاء الله الدرس تاع اليوم عجبكم، وكذا اي استفسار تتركه في الموضوع اذا كنت متابعنا من المنتدى، او تخليه في رد على الفيديو من اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.